السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حرق الدهون. وأنا أبو نور أحمدي، وإحنا هنا في قناة تحويل الجسم الشامل بنساعد السيدات والفتيات والرجال على الوصول لأفضل شكل ممكن بالتخسيس أو بالتسمين أو بالتركيز على أماكن معينة بالجسم زي عضلات الجسم بالتمارين الرياضية أو تكبير الثدي والمؤخرة. المشكلة في التخسيس ان في ناس كتيرة لما بتيجي تخسس نفسها بتلاقي الميزان ثابت لفترة طويلة، مش بيتحرك، بيفضل الميزان ثابت برغم ان في مناطق في جسمهم بتكون اتغيرت، فبيبقوا مش عارفين هم بيخسوا فعلا ولا لا، والحرمان اللي هم فيه ليه لزوم ولا لا. النهاردة هوريك ازاي تنجح في معرفة اذا كان جسمك بيحرق الدهون ولا لا، وتبقى سعيد بملاحظة جسمك وهو بيخس، وده هيفكك بقى من موضوع متابعة الميزان ويخليك عارف إذا كنت ماشي صح ولا لأ. النهاردة وفي من خلال 3 خطوات هنعرف مع بعض علامات حرق دهن الجسم ودهون البطن. بس قبل ما نبتدي في الحلقة، وخصوصا ان انت غالبا بتسمع الحلقة دي عشان ماشي على نظام تخسيس وعايز تعرف موضوع حرق الدهون بيمشي ازاي، لكن هل تعلم ان في زيادة الوزن الرجالة بيبقوا اكتر في البداية؟ يعني لو الوزن زايد شوية بيبقى نسبة الرجالة اللي وزنهم زايد دي 74%، والسيدات 64%. انما لو اتكلمنا على السمنة بقى هنلاقي ان في السمنة النسبة متساوية، 36% لكلا الجنسين بيبقى عندهم، ممكن يكون عندهم سمنة. انما في السمنة الزائدة عن الحد بنلاقي بقى هنا ان النساء بتتفوق، وبيبقى نسبتها ممكن توصل ل8% من اجمالي النساء، بينما الرجال 4% بس. وده طبعا لان الرجال بيبقى ممكن الجهاز العضلات بتاعتهم بتحرق شوية، فده ما بيتيحش ان وزنهم يبقى زيادة قوي عن اللزوم. خلونا النهاردة نخش ونشوف العلامات المبكرة لحرق الدهون. أول حاجة كده بتحصل لما جسمك يبتدي يحرق دهون، تعرف ازاي؟ أول حاجة التعب والإرهاق المستمر، تحس دايما ان انت تعبان وخملان، ويمكن في ناس بتستسلم مع الحكاية دي، ممكن يروح الجيم كده يوم وبعدين يلاقي نفسه تعبان فما يروحش تاني يوم وتالت يوم، ممكن يقعد الأسبوع كله على تمرينة واحدة، وده بسبب التعب والإرهاق اللي هو بيحس بيه. حاسس ان هو كمان بيبقى فيه ممكن ضعف، فيه دوخة، فيه غثيان بيبقى فيه ميل للقيء كده، حاسس ان هو عايز يرجع، وتعب في المعدة. كل الحاجات دي على فكرة علامات مبكرة لحرق الدهون، دي معناها ان جسمك خلاص بيبتدي ان هو عملية حرق الدهون. في ناس بتستسلم من اول ما بيحصل معاها الحاجات دي. تاني حاجة الصداع، والصداع احنا عاملين له حل ان شاء الله هنقوله لكم النهاردة في الحلقة. ومشاكل بالنوم، يحس ان هو مش عارف ينام، مش عارف يخش في النوم على طول، مع برودة اليدين والقدمين، يحس ان رجليه وايديه سقعانين. العطش المستمر، ودي علامة قوية من علامات حرق الدهون، تحس ان انت عايز تشرب مية باستمرار. والفم الجاف، تحس برضو ان بقك ناشف، يعني غير ان انت حاسس بالعطش الفم كمان جاف، مع طعم معدني، كأن في مسمار حديد في بقك وانت عمال بتتذوق طعمه كده. وده طبعا بسبب حالة اسمها حالة الكيتوزيس، وده بسبب حرق الدهون بتنطلق أجسام اسمها أجسام كيتونية، هي أجسام عادي طبيعي من التفاعلات اللي في الجسم، بس هي اللي بتدي الموضوع ده. وبتدي بقى الموضوع اللي بعده اللي هو رائحة الفم بتبقى كالفواكه العطنة، يعني ريحة فواكه مقبولة إلى حد ما، بس ما بتقدرش إن أنت تشمها لفترة طويلة، مع التبول المتكرر. ويمكن بيبقوا مشتركين في الحكاية دي مع مرضى السكري، لأن سبحان الله مرضى السكري طبعا عشان جسمهم ما بيعرفش يحرق السكر فبيتجه لحرق الدهون بشكل تلقائي، فبيبقى دي حاجة. ده مش معنى كده ان عندهم سكر طبعا، انما معناها ان جسمهم بيحرق الدهون زي مرضى السكر. وزي ما احنا قلنا الطعم المعدني بالفم. طيب
العلامات المستمرة بقى، يعني لو انا قدرت ان انا اعدي الفترة الاولانية دي اللي انا بحس فيها بالتعب والارهاق، وان على فكرة الدهون بيبقى مستواها عالي بالدم لانها بتبقى بتمشي في الدم بقى عشان تروح وتتحرق وكده، فبيبقى في حركة للدهون في الجسم عموما، فده اللي بيعمل لك الكسل بقى. العلامات المستمرة لحرق الدهون، لو انت خطيت اول فترة دي واستمريت في التمارين وبتاع، بتلاقي بقى عندك الاحساس اللي هو بتاع الايه، المراهقين والشباب، بيبقى في احساس كده باللامبالاة. اللامبالاة دي جاية يعني هي من لفظ اسمه بازد فيلينج. بازد فيلينج دي لما جيت ادور على المعنى الحرفي بتاعها، لان هو تعبير اجنبي بالاساس، فهو لقيت ان هي مشابهة في الثقافة المصرية لحاجة اسمها ايه، حالق او منفض، يعني مش مهتم، مش حاطط في دماغه حاجة. تلاقي كده المراهقين كده، تلاقي يعني بالهم مش مركز قوي، مش حاطط في دماغه اي حاجة، كأنه ما بيفكرش، مش قلقان. ده اللي هو الاحساس باللامبالاة. تاني حاجة، فيه طاقة متزايدة بالجسم، عايز تتحرك وتروح وتيجي. طبعا ما بتحس بقى الموضوع النوم الظهر والنوم العصر ده خلاص ما عادش موجود. في تبول طبيعي، وانا بقول التبول الطبيعي عشان ما يبقى ان هو مش مرتبط بمرض يعني. فانت طبعا جسمك بيفقد الدهن، وعشان بيفقد الدهن بيفقده على شكل ثاني اكسيد كربون، وده بيطلع مع التنفس، وميه، والميه دي بتطلع من، حتى اللي بيبقى بيحرق دهون بيندهش هو كمية المية اللي هو بيطلعها دي، كمية كتيرة كده ليه؟ ممكن كمان لأنه ممكن يكون ما شربش مية. بس أنا عايز أنبه في الحتة دي إن أنت ما تكبتش البول أو ما تكبتش الرغبة في التبول، واشرب مية كتير عشان تشغل الكلية وتشجع هذا الموضوع. لأن كبت التبول ممكن إن هو بيرفع هرمونات في الجسم زي الادرينالين والنور ادرينالين والكورتيزونات، اللي هي بتدي نشاط للجسم، لكن في نفس الوقت بتوتر الجسم وبتخلي السكر يعلى في الدم. فاحنا مش عايزين الحكاية دي. وفي نفس الوقت بيمنع بقايا هرمون الاستروجين اللي هو بيتخن الجسم، بيخليه يبقى يفضل في الجسم، فاحنا عايزين نطلعه بره الجسم عشان نعمل ازالة لسمية الاستروجين من الجسم ونعمل ديتوكسيفيكيشن. فانا عايزك تشجع موضوع التبول ده، يعني روح الحمام كل ساعة مفيش مشكلة، بس كل ساعة ونص، لان جسمك بيحرق دهون وعايز يتخلص من كمية المية دي، ومعاها مواد سامة مطلوب ان انت تتخلص منها، وخصوصا ان السموم بتبقى محطوطة في الدهن في الجسم، فدي نقطة مهمة برضو. فانا عايزك تشجع عملية التبول دي، بالذات عند البنات، لان البنات ممكن عندهم قدرة انهم يحبسوا البول لفترات طويلة. يمكن الولد بيبقى ما عندوش مشكلة، ممكن بيروي الحدائق طول ما هو ماشي في الشارع ما عندوش مشكلة، انما البنت بيبقى دخول الحمام بالنسبة لها صعب شوية. فعشان كده حاولي في الفترة بتاعت حرق الدهون دي ان يبقى في حمام متوفر دايما جنبك. بعد كده تحسن نوعية النوم. احنا الاول في العلامات المبكرة كنت بتحس ان انت في مشاكل في الدخول في النوم، انما بعد كده بتلاقي خلاص تنام نوم الاطفال. الاطفال طبعا احسن ناس بيحرقوا دهون، فتلاقي نفسك كده ايه بتنام، يعني ممكن ان انت تحط دماغك تنام على طول. حاجة جميلة جدا على فكرة موضوع حرق الدهون ده، وبالذات في النوم، وبالذات في الناس اللي بيعانوا من القلق بسبب ان جسمهم بيعتمد على حرق السكريات. ساعة ما بينقل على حرق الدهون يا سلام، تبقى حاجة جميلة جدا، بحيث ان هو بينام بمنتهى الراحة، في نشوة وفي ابتهاج، عارف زي الايه اللي بيقول النكتة ويضحك عليها، فانت تبقى دايما مزاجك معدول كده، وفي تفكير هادئ وواضح. التفكير الهادئ والواضح ده طبعا لما يبقى دماغك مليانة بالمعلومات الكويسة، انما ممكن برضو اللي هو بنشوفها برضو في المراهقين واللي هم سنهم صغير، بتلاقي الواد متنح كده يعني مش في دماغه برضو. هي يعتبر يعني الوجه الآخر للإحساس باللامبالاة، يعني دماغه هادية كده، مش حاسس بأي مشكلة. طيب كنا قلنا لكم بقى ان احنا هنحاول ازاي نتعامل مع علامات حرق الدهون، بالذات الصداع، لان الصداع ده ممكن يدفعك ان انت تشرب شاي. طب ما الشاي حلو لو كان شاي رجيم، انما لو انت بتشربه اكتر من مرة، وبتشرب مشروبات طاقة، وبتشرب
مياه غازية عشان تحس ان انت كويس وان الصداع يروح. الكلام ده بيخلي جسمك ان هو يدفعه للاعتماد على الطاقة السكرية وطاقة النشويات، فبالتالي جسمك يبطل يحرق، ودي بتحصل مع ناس كتير. فانت لما تيجي تتعامل بقى مع علامات حرق الدهون، لما تيجي تتناول تصبيرة، يفضل انها تكون تصبيرة بروتين، يعني حتة فرخة، حتة لحمة، حتة سمكة. ما تاخدش تصبيرة نشويات، ان تصبيرة النشويات اللي هي ان انت تاخد مثلا كرواسون، تاخد بيتي باه، تاخد اي حاجة قراميش، اي حاجة من الحاجات اللي هي بتبقى مخبوزات دي، لان هي بيبقى طعمها طبعا بالنسبة لك لذيذ جدا وبتدي لك طاقة فورية، لكن في نفس الوقت بتوقف لك حرق الدهون. فاحنا ما تاخد تصبيرة، خد تصبيرة بروتينية. تاني حاجة ان انت في حرق الدهون بتزهد الاكل، تلاقي نفسك انت خلاص موضوع الشهية ده ما عادتش مفتوحة زي الاول. فلازم ان انت تحافظ على ان انت تتناول مكملات غذائية من الفيتامينات والمعادن عشان تحافظ على توازن الجسم. وغير كده بقى، عشان الموضوع الصداع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، قلنا لكم هنديكم الحل بتاعه ان شاء الله، ان انت ممكن تتناول مخفوق البروتين اللي هو بروتين شيك، بيبقى بودرة بروتين كده، بيستخدموها مع كمال الاجسام والناس اللي بتلعب تمارين رياضية عارفاها. ممكن بتحطهم مع شوية لبن وتضربهم وتعمل بروتين شيك، او تشرب شوربة فراخ، شوربة دجاج، شوربة لحمة، لان بيبقى فيها بروتين دايب في الشوربة، فالجسم بيمتصها على طول وبيعالج موضوع الصداع دهوت. وبكده يبقى انت قدرت، الصداع دي اهم نقطة ممكن بتحصل مع حرق الدهون، يبقى انت كده قدرت ان انت تتعامل معاه. كده يبقى خلصت حلقتنا النهاردة، وادعموا القناة بالاشتراك والمشاركة والاعجاب، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.